الناس بقى اللي لسه ما عملتش مخ الذبيحه ومحتاره تعمله ازاي وما بتعرفش تعمل المخ، هقولك النهارده على طريقه جميله جدا ان شاء الله لعمل المخ، هتعجبك ان شاء الله وهتعتمديها على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، وعيد سعيد عليكم باذن الله. النهارده ان شاء الله هنعمل مع حضراتكم المخ بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا، يعني ممكن اي حد مبتدئ يعمله. المخ مش محتاج تجهيزات ولا افتكاسات، المخ بيتعمل بطريقه بسيطه جدا وسهله جدا، بس اهم حاجه ان انت تتعاملي معاه بطريقه برضو كويسه، يعني تتعاملي معاه بحنيه شويه، لان المخ من الحاجات الرقيقه جدا اللي ما بتستحملش، فلازم التعامل معاه يكون بخفه جدا وبحذر جدا. وزي ما انتم شايفين معانا كده المخ بتاعنا زي الفل اهو، زي ما انتم شايفين مقرمش جدا من بره وطري وجميل جدا من جوه، زي ما انتم شايفين معانا كده بالظبط، وعليه طبقه متقرمشه حلوه جدا ان شاء الله هتعجبكم جدا باذن الله. والتتبيله بتاعته برضه هتعجبكم جدا. بس في الاول نسمي الله كده ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوف هنعمل في المخ ايه النهارده. المخ بقى سواء انت شارياه من عند الجزار او انت عندك ذبيحه، في تلك الحالتين بيبقى عليه شعيرات دمويه بسيطه جدا. الشعيرات الدمويه دي بتبقى زي شبكه شعيرات دمويه، بتشيليها بشويش جدا من على المخ. لو انت معرفتيش تشيليها ممكن الجزار يشيلها لك، لان الشعيرات دي بيبقى فيها نسبه زفاره كتيره جدا، فدي لازم انت تتشال في تلك الحالات. بعد كده بنجيب بقى ميه سخنه ونحط فيها المنكهات بتاعتنا، وبننزل المخ بنسيبه من 3 دقايق ل5 دقايق، ما بتزوديش زياده عن كده عشان المخ ما يتهريش معاك. وطبعا مع المنكهات اللي حطها في الميه بحط معلقه كبيره كده من الخل عشان دي بتشيل اي زفاره. بحط طبعا المنكهات بتاعتي ورق لورا، بصلايه، جزرايه، فلفل، قرنفل، حبهان، يعني اي حاجه ليها ريحه حلوه كده بتحطيها معاكي في الميه. بعد 5 دقايق بالظبط رحتي ناشله المخ من الميه السخنه وحطيته في ميه بتلج علشان يوقف السوا معانا. انا بسيبه كده في الميه المتلجه لحد ما يبرد خالص المخ معانا. بعد كده بناخد المخ بنمسكه بقى بنقطعه طبعا بعد ما بيكون هدي معانا، لانه لو لسه سخن طبعا هيتفرفط منك وهيتبهدل معاكي، فالاحسن ان انت تسيبيه يبرد خالص. بعد ما بيرد بقى خالص معانا كده بنجيب سكينه ونروح مقطعين المخ. بتقطعي المخ زي مكعبات كده او قطع صغيره، ممكن تكبري في المكعب شويه او تصغري، يعني على حسب التقطيعه برضو اللي تعجبك. وطبعا المخ يا بنات ما بيتغسلش، احنا بناخد المخ من ايد الجزار، بيكون هو شايل لنا الشعيرات الدمويه اللي بقول لكم بتبقى زي شبكه كده فوق المخ، هو بيشيلها لنا. لو هو مش شالها لكيش انت شيليها بالراحه جدا. هتمسكي اول شعرايه كده، اول شعرايه دمويه في المخ، هتلاقيها كلها طلعت في ايدك كانها شبكه كده شعيرات دمويه، بتشيليها في ايدك بالراحه. للاسف انا الجزار شالها لي بعد ما ذبح على طول، لو كده كنت هوريها لكم، بس هو شالها لي الاول، يعني شالها قبل ما يديني المخ. لو مش كده كنت هوريها لكم، وهي سهله جدا يعني ما تقلقيش منها خالص، بتبقى زي شبكه كده على الوش وانتي بتشيليها بشويش جدا، ما بيجراش اي حاجه، ما تقلقيش يعني منها. المهم كده خلاص قطعنا المخ بقى هنبهره. رشه كده من الملح، رشه من الفلفل الاسود، رشه من الشطه، رشه من الثوم البودر، رشه من البصل البودر، رشه من الكزبره، يعني بهاريه كده بالبهارات اللي انت تحبيها. قلبنا كده فيه البهارات زي ما شفتوا معانا كده. هنجيب بقى الدقيق بتاعنا، هنحط عليه معلقه كده كبيره من النشا، وهنحط كمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهنحط بقى برضو نفس التوابل اللي حطيناها على المخ، اللي هو البصل البودر والثوم البودر والفلفل الاسود والشطه، يعني توابل حلوه كده. وما تنسيش النص المعلقه الصغيره من البيكنج باودر، لان دون هو اللي هيعمل لنا القرمشه على الكفر بتاع المخ، هيخلي الكفر كده مقرمش معانا. البيكنج باودر والنشا هو ده السر في القرمشه بتاعته. بعد بقى ما هنقلب التوابل في الدقيق اللي معانا كده والنشا، هنروح واخدين المخ ونروح ايه مقلبينه في الدقيق. قلبيه تقلبتين كده ولا حاجه عشان يعمل كفر حلو كده يقرمش معاكي. هنقلب بقى المخ بتاعنا كله في قلب الدقيق زي ما انتوا شايفين معانا كده بالظبط. طبعا انا بشتغل بشويش جدا، بس انا مسرعه المقطع علشان ما اطولش عليكم زي ما انتوا شايفين كده. هنقلبها في الدقيق تقليبه كويسه جدا كده، قلبي 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 قلبي، وبعد كده شيليهم وحطي غيرهم لحد ما نخلص المخ اللي معانا كله تقليب في الدقيق. ناخده بقى زي ما انتوا شايفين معانا كده، ناخده على الطاسه. معايا في الطاسه شويه زيت حلوين كده، هسيبهم لما يسخنوا، انا عايزه زيت سخن علشان يقرمش معانا الكفر على طول. ان كده كده المخ مستوي ومش محتاج سوا، انا عايزه بس احمر الكفر واخليه مقرمش.
هروح حاطه بقى المخ، مش هحطه كله علشان الطاسه ما تبقاش مليانه زياده عن اللزوم، لان طبعا الطاسه لو مليانه زياده عن اللزوم هتبرد الزيت معانا وكله هيعجن مع بعضه. انا هحط شويه، ولما الطاسه دي تخلص او تستوي هطلعها واحط الباقي. فعشان كده مش هحطهم مره واحده، يعني يا ريت ما تحطيهمش مره واحده عشان الطاسه ما تعجنش معاكي، والكفر مش هيطلع مقرمش، وهتلاقي المخ طري جدا معاكي، مش طري جدا معاكي، مش هيبقى حلو يعني. فانت حطي نص الكميه، وبعدين لما تطلعيهم حطي نص الكميه التاني. انا كده خلاص المخ هو استوى معايا، بقلبه هديله تقليبه بس على الوش التاني، وبعد كده طلعه على طول. هيبقى بقى في منتهى الجمال ومقرمش وجميل جدا، وكمان التتبيله بتاعته حلوه جدا، يعني طعما وشكلا هيبقى حلو جدا ان شاء الله معاكي. المخ مقرمش جدا من بره، وكمان من جوه طري ولذيذ. التتبيله اللي فيه او التوابل اللي فيه حلوه جدا، مدياله طعم جميل جدا معانا. هنخرج بقى كل الكميه اللي معانا اهي زي ما انتم شايفين معانا كده، بقربها لكم اهي علشان اوريكم اللون والقرمشه من قريب. مقرمش جدا ولونه ذهبي وتحفه. بعد كده بقى الطاسه بتاعتنا برده سخنه اهي، بنزل بقى باقي الكميه اللي معايا او باقي المخ اللي معايا. زي ما قلت لكم ان انا حطيت المخ على مرتين. هنسيبها برضو تاخد لون كده من الوش، وبعد كده هنقلبها على الوش التاني او هنقلبها على الجنب التاني. واول ما نحس ان هي خلاص اتحمرت معانا كده وقرمشت معانا، بنطلعها على طول من الطاسه. زي ما انتم شايفين معانا اهو، شايفين القرمشه تحفه ولونها ذهبي وجميل جدا، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ودي كده على فكره احلى واسهل طريقه لعمل المخ، يعني احلى واسهل طريقه لعمل المخ هي الطريقه دي. بتدي طعم حلو جدا وقرمشه جميله جدا، وكمان سهله جدا، يعني سهله جدا لو بنت صغيره هتعملها بكل سهوله. زي ما انتوا شايفين المخ بتاعنا جبناه زي ما انتوا شايفين، والقرمشه شايفين القرمشه اللي على الوش مقرمش وجميل جدا. طبعا بقى الموضوع ده لازم شويه خضره حلوين كده نحطه عليهم يشربوا الزيت اللي عليه، وفي نفس الوقت كمان يدونا شكل حلو جدا وريحه جميله جدا. طبعا ريحه الخضره مع المقليات بتبقى تحفه، وكمان شكلها بيفتح النفس. زي ما انتم شايفين كده المخ بتاعنا متماسك وحلو جدا ومقرمش جدا من بره، وكمان من جوه طري وجميل جدا ولذيذ. وطبعا بالتتبيله اللي احنا حاطينها له طبعا طعمه تحفه. زي ما حضراتكم شايفين معانا بقى كده المخ بتاعنا اهو منتهى الجمال ومقرمش جدا من بره وريحته تحفه جدا. ان شاء الله لو جربتي الوصفه هتعجبك جدا باذن الله. زي ما انتم شايفين القرمشه على وشه، الكفر بتاعه جميل جدا. وبالشكل ده نبقى احنا عملنا احلى واسهل واجمل وصفه مخ، وصفه للمخ. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، وعيد سعيد عليكم يا رب العالمين. عايزاكم بقى تجربوا الوصفه بتاعتنا النهارده وتقولوا لي رايكم فيها ايه. ويا ريت لو عجبتكم الوصفه وعجبكم الفيديو، يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وسبسكرايب للقناه ليصلكم منا كل جديد. وانا من هنا بشكر كل حبايبي اللي دايما مدعمين، واقول لهم ربنا يجازيكم عني كل خير. وبشكر طبعا حبايبي الجداد اللي داخلين في قناتي، وطبعا بشكر حبايبي اللي معايا على طول. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.